السلام عليكم، ألف صلاة وسلام على الحبيب المصطفى عليه إن شاء الله. كما راكم تشوفوا معايا حبيت نشارك معكم وصفة البوراك باللحم المفروم مع سر البنة مثل بوراك الأعراس. كما راكم تشوفوا معايا إن شاء الله يا ربي يكون الصوت والصورة واضحين. حبيت نديرو على طريقتي وإن شاء الله يا ربي ينال إعجابكم. يعني يجي خفيف ظريف مقرمش وبنتو بنة. كما راكم تشوفوا معايا، أول حاجة نروحوا للمقادير كالعادة. هنايا عندي في مقلاة عفوا، عندي حبة بصل كبيرة مع فصوص تاع الثوم، نقليهم مليح مع 2 مغارف تاع الزيت، نضيفو عليهم الملح وفلفل كحل وراس الحانوت شوية يعني ولي زيبيس يعني تاع اللحم، نضيفوهم كامل مليح نقليوهم. عفوا. من بعد نضيفو عليهم يعني اللحم المفروم كما راكم تشوفوا معايا على حساب الكمية، يعني كل واحد يحط الكمية اللي يحب. هنايا بعد ما تكرمل البصل تاعنا، بعد ما يعني دبلناه مليح كما راكم تشوفوا، نضيفو اللحم تاعنا تاني نزيد نقليوها مليح، نزيد نضيفو شوية ملح شوية فلفل كحل فقط. يعني بعد ما تقلى معانا أنا الديول كنت وجدتها من قبل. عفوا، صوتي شوية عيان إن شاء الله يا ربي يكون الصوت يعني واضح فقط. يعني بعد ما قليت الفنداشي تاعي نضيف عليها شوية تاع معدنوس ونضيفو الزيتون الأخضر ولا كحل اختياري. من بعد يعني نروحو يعني نجوزو نحشيو البوراك ديالنا. أنا ديول يعني كنت وجدتها من قبل وعندي فيديوهات يعني سابقة حطيتها في القناة، يعني اللي يحب يشوف الطريقة تاع تحضير تاع الديول كيما راكم تشوفوا هنا معايا. يعني الحشوة تاعي راهي واجدة هنا، يعني استغنيت على البطاطا، يعني راح نديرو فيونداشي فقط وجبن. هنا يعني حشيت حبات حطيتهم يتقلاو كيما راكم تشوفوا. يعني بعد ما تقلاو يعني درت يعني حبات واحد اخرين، الحبات الاولى هنا راحوا سيزي ما بانوش حتى نكملوا يعني. نحشيو الباقي يعني بنفس الطريقة ونقليوهم على نار قليلة حتى ما يتحرقوش يعني ويجي اللون تاعهم كيما راكم تشوفوا يجيو محمرين يعني. نضيفوا الجبن تاعنا والفنداشي ونقليوهم. وإن شاء الله يا ربي تنال إعجابكم الوصفة تاعنا نهار اليوم ويكون خفيفة ظريفة عليكم. يعني وصفة خفيفة وبوراك يعني مقرمش وبنتو بنة يعني تاع الأعراس صراحة. كاين ناس بزاف يعني تقدروا ديروه يعني حتى يعني كمشروع للأعراس يعني وتقدموه. يعني كل واحد كيفاه، يعني كاينين الناس يدومونديوه في المناسبات في الأفراح ديالهم، يدومونديو كل شيء واجد من برا. ما بقى لي غير نقول لكم مع وصفة جديدة إن شاء الله، وإلى الملتقى.